أهلا بكم. هنتلكم عن قصة سيدنا إدريس اللي كتير جدا من الناس مش عارفين قصته. وقبل ما نبدأ ما تنساش تضغطوا على زر لك وتكتبوا تعليق حلو. ويلا نبدأ. قصة سيدنا إدريس. حكاية الإيمان والهمة العالية. يا سلام على الحكايات اللي بتنور القلب. قصتنا النهاردة مش مجرد كلام بيتقال، دي سيرة نبي عظيم اسمه إدريس عليه السلام. زمان خالص، بعدما عدت سنين طويلة على قصة أبو الأنبياء سيدنا آدم وولاده، بدأت الناس تنسى شوية من أساسيات الإيمان والخير اللي ربنا علمها لهم. الحياة بدأت تتغير، والقلوب بدأت تميل للغفلة والبعد عن الصدق. وفي وسط الظلمة دي، ربنا اختار سيدنا إدريس عشان يكون نور. إدريس ما كان شخص عادي، كان من الأنبياء القليلين اللي ربنا اختارهم عشان يبعث لهم رسالة، وكان معروف عنه حرجتين ما يتنسوش: الصلاح والهمة اللي بتناطح السحاب. سيدنا إدريس كان دايما باص للسما بقلب بيشتاق للحق. شوفوا بقي الإلهام في الحتة دي. إدريس عليه السلام كان أول واحد عمل حاجات غيرت حياة الناس للأحسن بشكل مش طبيعي. هو اللي علم الناس الكتابة بالقلم. تخيلوا، قبل كده الناس كانت بتعتمد على الحفظ أو الإشارة، لكن هو اللي أداهم الأداة اللي تخلي العلم يتنقل من جيل لجيل ومتنسيش أبدا. عشان كده، القلم ده مش مجرد أداة، ده رمز للعلم والاستدامة اللي بدأها سيدنا إدريس. مش بس كده، هو اللي علم الناس الخياطة وتفصيل اللبس، بعدما كانوا بيلبسوا جلود الحيوانات بطريقة بسيطة. وده علمهم النظام والجمال والستر. كمان كان بيحط أساسيات لمدن منظمة، عشان الناس تعيش في أمان واستقرار. النقطة اللي تخلي الواحد يفكر بجد. تخيلي قد كان قلب سيدنا إدريس مليان إيمان وصدق وهو بيعلم الناس كل ده. كان بيعم كل حاجة بضمير وبإخلاص، مش عشان مجرد مصلحة، لكن عشان يرفع الناس ويخليهم أحسن وأقرب لربنا. كان بيشتغل بكل قوة، وبيصلي كتير قوي، لدرجة إنه فاق كل اللي قبله في الطاعة. جهد سيدنا إدريس ده، وإيمانه الصادق، وهمته اللي ما بتت عبش، ربنا تكافئه عليها أعظم مكافأة. ربنا ذكره في القرآن الكريم بلقب عظيم أوى: ورفعناه مكانا عليا. المفسرون بيقولون إن ربنا رفع مقامه رفع عظيم، لدرجة إنه بقي في مكانة ما وصلهاش ناس كتير غيره. إيه الرسالة اللي توصلنا من قصته؟ قصة سيدنا إدريس مش مجرد حكاية بتخلص، دي بتعلمنا إن الإيمان مش مجرد صلاة وصوم بس، الإيمان كمان شغل وهمة في الحياة. أزئي نكون نافعين للناس، أزئي نتعلم ونعلم غيرنا، أزئي تكون بصمتنا في الدنيا بصمة خير ونور. الهمة العالية، والإخلاص في الشغل، والسعي وراء العلم، هما دول طريق الرفعة في الدنيا والآخرة. وبس كده نكون خلصنا. نتمنى تكون عجبتكم القصة، وسلام. نشوفكم المرة الجاية.